الحقني الحقني بوصفة ايد العفريت بسرعة. لرجل العفريت اللي خدها منك الحاج بسطويسي طلعت مش قد كده. يعني انت تقصد ان حاجاتي بايظة؟ لا يا عم العطار، انا مش قصدي كده، هدي نفسك. هما كتروا في الوصفة شوية فقلبت بالعكس، وانا عارف بقى ان ايد العفريت هي اللي هتفك اللعنة دي. ناصح يا ولد ناصح، وعرفت ازاي بقى ان ايد العفريت هي اللي هتحل المشكلة؟ اصلي بصراحة كده يا عم العطار، امي جابتها لي عشان تزود الذكاء عندي وابطل غباء شوية. بجيب لك الوصفة حاضر. ايه دي بيتزا. يا حبيبي وصفة ايد العفريت بطعم البيتزا، وفي بالفراخ وفي بالجبنة وبالكاتشب. الله، يا سلام يا سلام، ياخدوها بقى ازاي؟ يا سيدي كل واحد قطمة بس، لو اكتر من كده هتقلب بالعكس. يا نهار فحلوقي، يعني لو كتروا منها هيحصل لهم ايه؟ هيحصل لهم حاجة غريبة، لكن ايه هي انا معرفش. ماشي شكرا، انا جبتلكوا الوصفة، يلا عشان تاكلوها وترجعوا تاني زي الاول. الله، دي بيتزا بحبها قوي. البيتزا دي كل واحد هياكل قطمة بس، هي قطمة، علشان لو كترتوا منها يحصل لكم مضاعفات تانية. طب ينفع يا حبيبي نحط عليها كاتشب؟ اصلا انا بحبه قوي. انتوا هتجننوني، بقولكوا تاكلوا قطمة تقولوا كاتشب؟ يا عمي بقى بسطوسي بقى، خدوا خليكوا تربعوا كويسين ونخلص. خلاص يا حبيبي فهمتك، طول بالك، نبقى نحبس بقى بكوباية شاي بلاش الكاتشب. يا وقع فحلوقي، ماشي يا حاج بسطويسي، ابقى احبس بكوباية شاي، المهم تاكلوا قطمة قبل النوم، وانا هعدي عليكم الصبح اشوفكم ان شاء الله على خير وتكونوا كويسين تاني. يا مراري، انتوا اكلتوا البيتزا كلها، قلتلكوا قطمة قطمة، يا رب استر من اللي هيحصل. يا ابني ما هو كل واحد خد له قطمة وكان لسه فاضل كتير، نرمي النعمة يا حبيبي، أكلناها بألف هنا وشفا. سلام، دي كانت جميلة، ابقى هاتلنا تاني منها يا بسري. يا عيلة طفصة، دي كان علاج، انتوا كده قلبتوا الدنيا وهتبقوا مجانين، ده الغباء كان أرحم. مجانين؟ بالعكس يا حبيبي، ده احنا أول ما أكلنا البيتزا بقينا كويسين جدا ورجعنا زي الأول وأحسن كمان. صحيح يا حاج، بقيتوا كويسين؟ أيوة يا حبيبي بقينا كويسين وزي الفل. كنا لسه بنتكلم عن ذكرياتنا من 7000 سنة. يا مراري، تقصد ذكرياتك ولا ذكريات الفراعنة؟ يا ابني ما تعصبنيش، أيوة ذكرياتي أنا. فاكرين يا أحفادي؟ فاكرين جدكم كان ليه شأن أيام الفراعنة كبير؟ دي كانت أحلى أيام يا جدودي. يا نهار فحلوقي، دي الحالة اشتغلت، استر يا رب. جدي الحقني يا جدي، الديناصور جاي يقرصني. يا بت يا زئردة ما تخافيش يا بنتي، ما هو لسه قارص أخوكي وما حصلوش حاجة. يا خرابي، دي الحالة جاية معاهم على تقيل قوي. الحقي يا زئردة، القطة بتاعتك بتجري، الحقي، ما تسيبك منها يا بازوكا، هتيجي تاني. يا فين يا ولاد القطة دي؟ أنا مش شايف حاجة. الحمد لله، الحاج بسطوسي بدأ يعقل. ده أنا شايف كلبي مش قطة. يا وقع فحلوقي،
استنى بقى يا بازوكة نشربك المغات. مغات؟ مغات بتاع مين يا حاج؟ بتاع المدام يا حبيبي، جابت لنا كده نونو صغير. الوصفة عاملة معاك شغل عالي قوي يا حاج بسطويسي. انا هروح بقى اجيب عين العفريت واجي، وانتظروني في الحلقة الجديدة. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس.